هو انا هحاول ان انا ابني اليو اي بسرعه شويه علشان برضو الوقت، ولكن لو في جزء انا كتبته مش واضح مع اي حد فيكم او مستغربه او اللي هو عاوزني ان انا اشرحه، آه، قولوا لي. يعني انا هشرح عادي، ولكن بشكل سريع شويه، يعني وانا بكتب بس. فاول حاجه هنا كده كريتنا البروجكت عندنا، هنبدا بقى نصفي الحته دي شويه. مش محتاجين جزئية الكلام دي خالص. نعمل اوفررايد للبيلد. نعمل سكابل كي نحطها جوه السيف اري. هيكون عندي اب بار عادي جدا، التايتل بتاعه تكست فيديو اب. والستايل برضو مش ه- مش هدوس فيه قوي عامة. البادي يعني يكون أول حاجة بابل ال HTML. البادنج عندي HTML بتقول 20 مثلا. بعد كده التشايلد اللي عندي هو المفروض ان هو الليست فيو. تمام، المفروض ان هو الداتا اللي عندي هتكون عبارة عن objects من نوع task او to do مثلا. فتمام، فهي المفروض list view، وانا هكتبها كlist view دلوقتي. ولكن احنا كلنا عارفين ان هو ان انا الليست فيو دي الداتا بتاعتها المفروض ما جاتش لسه، لان هي المفروض هتيجي من الداتابيز. ففي الحالة دي هنعمل لها، يعني هنعدلها قدام، نضيف ال... نضيف فيها اللي هي الفيوتشر بيلدر. ولكن مؤقتا انا هعملها بداتا في ليست عادية على الابليكيشن اندكس. هنعمل ريتيرن لكل عنصر list ستايل مثلا. هيكون عندي الأول أكريت بقى الكلاس اللي عندي، to do with dart مثلا. كلاس كلاس to do. لو حد في أي حاجة مش فاهمها اسأله عنها. int id int id string int date time. ال... تمام. نيجي بقى النقطة هنا مهمة، وهي الديت تايم، أو اللي هو الديت بتاعي. ازاي اقدر اتعامل مع التاريخ في الابلكيشن بتاعي. تمام؟ في العادي المفروض بتعامل مع اوبجكت من نوع date time، نسميه مثلا date. تمام، وكل حاجة تمام، وامشي بالكالندر، كل حاجة تمام. ولكن الفكرة ان وانا بخزن الديت تايم في الداتابيز، مش هلاقي اوبجكت موجود عندي في الداتابيز او تايب في الداتابيز اسمه ديت تايب. او انا مش متذكر مليون في المية، ولكن لو في نوع من ديت تايم فهيبقى مختلف عن اللي موجود في فلاتر، وهحتاج ان انا علشان احول ما بينهم الموضوع هيكون صعب جدا. طيب اعمل ايه؟ في حاجة عندي، وهي ان انا لما بتعامل مع تاريخ في فلاتر او في دارت عموما، الديت الديت ده اقدر ان انا، يعني لو خلونا نرجع للمين مثلا. الديت ده انا دلوقتي عندي اوبجكت ان هو ديت تايم اسمه ديت مثلا بيساوي ديت تايم دوت نت. تمام، ده كده متغير من نوع ديت تايم. دي شيفت. اه، مسحت مسحت ده بقى.
تمام. فالمتغير اللي من نوع ديت تايم ده، في حاجة طريقة سهلة أقدر أتعامل معاه بيها، وهي إن أنا أحوله لإنتجر. يعني إيه أحوله لإنتجر؟ في عندي حاجة اسمها ملي سكندز سينس ايبوك، اللي هو عدد الثواني أو عدد الملي سكندز اللي عدت من وقت الانفجار العظيم اللي هما بيقولوا عليه ده. ولكن ال- الفكرة في ايه؟ ان هو ده هيديني رقم بيعبر عن اللحظة بتاعة التاريخ ده. يعني في الحالة دي بيديني رقم بيعبر عن اللحظة بتاعة اللي هو الديت تايم دوت نت. تمام. وده بيكون من نوع integer. تمام. فده بيكون سهل ان انا اتعامل معاه في خلال الداتابيس وفي خلال الابليكيشن عموما. وعلشان ارجعه، يعني انا لو نفترض ان انا خزنته كده مثلا، لما اجي اعرضه ازاي؟ في عندي اسمها حاجة، ان انا برضو احول من الانتجر اللي هو للديت تايم من خلال from date time dot from اللي seconds since ago. ويبقى عندي مثلا لو انا خزنت ده في integer n، فهديله n ده هيرجعها لي تاني كديت تايم. تمام. واضحة دي؟ يعني انا علشان احول الديت تايم لانتجر بوصل لمتغير جوه الاوبجكت اللي من نوع ديت تايم اسمه ملي سكندز سينس ايبوك. وعلشان اجيب ديت تايم احول الانتجر للديت تايم، بعمل ديت تايم دوت فروم ملي سكند سينس ايبوك. فلما اتعامل مع اي تاريخ عموما، يفضل ان انا اتعامل معاه كاسترينج، ك كانتجر عفوا. فهنا الديت اللي عندي هخليه انتجر، بحيث ان انا اخزنه في الداتابيز زي ما هو كده. بعد كده هاجي عندي على ال- اسمه الكونستراكتور، كريت الكونستراكتور بتاعي. هاخد دول كده. تمام. ده كده. بس هو هنا بما انهم مش نودابل، فلازم احط له required. لازم احط له required. تمام. فده كده ده كده عملت الكونستراكتور. بعد كده نقطة مهمة جدا بقى، وهي ايه حتة to map و from map، كل الكلام ده presentation. ان هو السيكوال بتبقى عبارة عن مجموعة من التيبلز. لو جبنا مثلا SQL table example، ده مثال عليهم مثلا. ثانية بس. source. تمام. ده كده مثال عليها. في تعاملي مع الداتابيس، لما اجي مثلا اخد عنصر جديد او اديله عنصر جديد، بياخد الصف ده اللي هو عنصر الجديد، مجموعة من البيانات. تمام. فبياخد الصف على انه ماب. كل الماب دي بقى ايه تفاصيلها؟ بيبقى اسم العمود هو الكي اللي عندي، والداتا هي الفاليو. فيبقى عندي ماب، اول كي عندي كاستمر اي دي، واول فاليو او الفاليو بتاعت الكي ده واحد، واحد مثلا. تاني كي عندي فيرست نيم، الفاليو بتاعته ديبرا. آه، تالت كي عندي لاست نيم، الفاليو بتاعته بيركس مثلا. بعد كده بنكمل على نفس الكلام على الفون والايميل والستريت والسيتي وهكذا. اي كلاس تسهيلا على نفسي، ان انا بدل ما في كل عمليه اقعد اكريت ماب. الماب دي فيها مثلا في التو دو عندي ماب اي دي وماب نيم، الكي بتاع الاي دي والكي بتاع النيم والداتا اقصد. وانا هنا عندي ثلاثة بس. ما بالك لو عندي مثلا البرودكت بيوصل البروبرتيز بتاعته ممكن توصل لعشرة عشرين. فكل شوية هقعد أكتب نفس العشرة دول وأحولهم لماب. ولما أجي أخده من الداتابيز، أخد الماب وأقعد أدي كل عنصر منهم
في القيمة بتاعته في الكونستراكتور من الماب وهكذا. فلا يعني تسهيلا على نفسي بعمل ايه؟ بعمل named constructor اسمه from map، وبعمل ميثود جوه اسمها دوت تو ماب. تمام، والميثود دي بتبقى بترجع ماب نوع string dynamic اسمها تو ماب. وقدام برضو هناخدها يعني باسم تاني اللي هو تو جيسون في التعامل مع اللي هو ال API. تمام. ال to do dot from map بتاخد بارامتر واحد من نوع ماب string dynamic. وهنا تعليق مهم جدا ويا جماعة والله قلته كتير قوي فعلا، فهو ان احنا ما نستعملش دايناميك. يعني انا كتير قوي تقريبا كل اللي كلموني على اسئلة برايفت كانوا كاتبين دايناميك بعدها اوبجكت مثلا. تمام. طب وكده مثلا لو هي دايناميك وماب، طب افرض مثلا حصل ايرور واداني اصلا نل، فهو هي الايرور لما اجي اشوفه في مكانه فين هيديني ان في ايرور هنا، ان الماب دي بنال هنا مثلا في الكلاس هنا، ولكن مش هعرف هو مكانه فين بالظبط. يعني لما كانت بنال دي كانت فين، ونال دي اظهر حاجه في الايرورز. يعني اكتر ايرور ممكن يظهر يبقى بنال. ما بالك مثلا لو الاي بي اي الباك اند ما خدش باله مثلا وعمل لها ريتيرن في داتا ستراكشر مختلف مش ماب اصلا. تمام. ففي الحاله دي الدايناميك مش هتديك اي ايرور، وهتلف حوالين نفسكوا على الفاضي يعني. فالماب بتساعدني ان انا اعرف الايرور مكانه فين بشكل اكتر. لو ظهر معايا ايرور بتسهل عليا كتير، وبرضه بتخلي الكومبايلر يقدر يتعامل مع الكود بشكل احسن. في حتة ان هو انا عارف ان انا هنا محتاج ماب، فالكومبايلر لو ما جالوش هنا ماب وانا بكريت الاوبجكت اديني ايرور في المكان اللي كريت فيه الاوبجكت. فدي نقطة مهمة جدا جدا. بعد كده عندي هبدأ ان انا ادي المتغيرات اللي عندي القيم بتاعتها من الماب. آه، بعد كده خلي ده ليت، وهنا يعني انا معرفه بس هو بيقول لي هو محتاج يكون متعرف هنا عشان يكون اجباري ان هو ياخد، انما هنا في القوسين دول مش اجباري ان انا اعرف التلاتة. فبس فانا خليتهم ليه. اخر حاجة عندي وهي ان انا اريتيرن ماب من الاوبجكت دي. فكريت عندي ماب جديدة. ماب دي من نوع string dynamic، نسميها ماب مثلا بتساوي ماب خطير. والماب دي هديها القيم بتاعتها. بعد كده آخر حاجة هعمل return للماب. تمام. أنا كده عندي كريت الكلاس ده وكده. تمام، الكلاس عندي تمام كده زي الفل. هبدأ بقى إن أنا محتاج أشتغل على اليو اي بتاعتي شوية. الأول أنا عندي هنا مثلا هكريت مؤقتا list من نوع to do. تمام. أو نسميه to do صح. اه ماشي. list من نوع to do نسميها to do list مثلا بتساوي، وهديله كذا قيمة. نوع واحد مثلا جن. هنا فيها ديت تايم دوت ناو، وأحولها دوت ملي سكندز سنس مثلا. تمام. ده كده الليست عندي فيها عنصر واحد. هكرره مرتين تلاتة كده.
كذا. ده علشان بس ابني بيه الواجهة بتاعتي، وبعدها الكلام ده كله اه عندي يلو. ماشي. انا كده بقى عندي الليست بتاعتي. فهنا بقى في جوه الليست فيو، انا محتاج ان انا هعمل يو اي هيتعمل لها بيلد على كل تو دو من. فيعني تسهيلا على نفسي ممكن اوصل لكل واحده منهم من خلال تو دو ليست اوف اندكس، ولكن تسهيلا على نفسي مع كل واحده هعمل تو دو تساوي كذا، يعني اوبجكت بيحتوي على العنصر اللي انا واقف عنه. في كل عنصر من دول هيبقى عندي في اول حاجه الليدنج اللي عندي تشيك بوكس. نقطة مهمة بقى نسيناها هنا، كان كلنا مش 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 كتير منكم اللي ذكرها هنا، وهي ان انا في كل تو دو عندي محتاج برضو، يعني انا لو سبتها على كده فكل التودوز اللي عندي هتبقى قيمتها على طول كل ما بفتح ابلكيشن ان هي انا ما نفذتش التودو دي، يعني ما فيش عندي حاجة بتقول التودو دي نفذت او لا. فيعني في هنا كونسبت او اللي هو متغير ناقص، وهو is it checked، او هل اليوزر خلصه ولا لا. اضيف عندي متغير هنا اسميه is it checked. تمام. بضيفه في كل العناصر اللي هنا برضه is it checked، وهيبقى من نوع بوليان بحيث ان انا اقدر لما اعمل تشيك على التشيك بوكس بتاعه اعمل له ابديت في الداتابيز، واعمل له ابديت هنا بحيث ان انا اقدر اشوف لو قفلت مثلا الابلكيشن بتاعي وفتحته تاني فيظهر لي ايه فيهم انا كنت مخلصه وايه لا. تمام. فهنا برضو يبقى الاز تشيك لهم. تمام. بشكل افتراضي المفروض تكون عندي فوكس. اول حاجه الليدنج اللي عندي هيبقى عندي تشيك بوكس. تشيك بوكس دي الفاليو بتاعته to do dot is check. وال on change مؤقتا هعملها set state ان هو ال is check to do dot is check، او يعني لا هنا محتاجين ال to do list dot index بحيث ان هو لما يعدل القيمة بتاعت ال is check مؤقتا، ولكن احنا فعليا المفروض الكلام ده هعمله update في الداتابيز وكده. ولكن مؤقتا انا محتاجه لما اعدل على الاس تشيك او اعدل على التشيك بوكس فان هو يعدل عندي على على الليست نفسها مش على الاوبجكت اللي هنا. لو قلت له هنا to do dot is checked بتساوي value، فهنا هيخلي اللي هو هنا مش هيتعدل، ولكن هنا بس اللي هيتعدل في اللي هو في الاوبجكت ده، وده مش اللي انا عايزه. تمام. فهنا مديني مشكلة ان هو البوليان ممكن يعني هو الاون تشينجد بترجع لي بوليان nullable، ولكن هي دايما هتبقى يا اما بترو او فولس، فممكن اضيف ان هو علامة بتاعته اللي هو معناه لو هي بنل تديني ايرور في المكان ده. تمام. بعد التشيك بوكس عندي التايتل تكست. التكست ده كله دوت ان شاء الله خير. بعد كده عندي السب تايتل هيبقى هخليه التاريخ اللي عندي، فهيبقى انا محتاج احوله لديت تايم تاني دوت فروم ملي سكندز دوت تو دو دوت ديت، وبعدها هو محتاج سترينج فهحوله له دوت تو سترينج. تمام. اخر حاجة عندي بقى وهي الديليت. الديليت دي هتبقى عندي في التريلينج. تمام. التريلينج اللي هو كنا ذكرناه قبل كده الايكون اللي بتبقى موجودة في الاخر، فهضيف ايكون بوتون الانترست بتاعها to do list dot remove at index. تمام. والايكون اللي عندي هي widget من نوع ايكون icons dot image.
والكلر بتاعها مش عارف ليه خايف ان هو يكون كل ده مسافر. تمام. الصوت شغال. تمام. تمام جدا. فكده كل حاجة تمام. فده كده دي كده اليو اي بشكل سطحي، لسه هنعدل عليها اكتر واكتر يعني. آه، اخر حاجة عندي هنا كنا ناسينها الايتم كاونت. هخليها التو دوت تو دو ليست دوت لينس. تمام. ممكن احط برضه spacing او padding. ثانية، اسمها ايه؟ اللي هو padding بين كل عنصر وعنصر. مش فاكر اسمها بالظبط. فاحنا ممكن نحط padding حوالين الليست تايب بحيث ان هو يفصل لي بين العناصر وبعضها. خليه من ال symmetric vertical بس، بحيث ان هو يفصل كل عنصر والتاني. بعد كده نعمل build ونشوف ايه اللي ظاهر عندي. وعلى ما يعمل build برضه نبدأ في حاجة تانية بقى عندنا، وهي floating action button. تمام. ال floating action button الايكون بتاعتها او الشايلد كان بتاخد ايه بالظبط؟ on the wrist كان في الايكون بتاعتها child. كان في عندي ال child اللي هي ايكون icons دوت بلس تقريبا. لا يبقى add. تمام. في ال في الاد دي المفروض ان احنا هنبدأ بقى نعمل عندنا ان انا افتح اللي هو البوتوم شيت. فهعمل شو موديل بوتوم شيت. البوتوم شيت دي بتبقى فيها حاجة اسمها بيلدر. البيلدر ده اللي هو الويدجت اللي عندي. الويدجتس اللي عندي هتبقى عبارة عن أول حاجة طبعا بادنج. الأول هعمل ريتيرن بادنج اتش نسيت مش كده. بعد كده التشايلد بتاع البادنج ده المفروض هيكون كولم. كولم ده التشيلدرن بتوعه تكست فيلد. التكست فيلد ده الهنت. هو عمل بيلد عليه ماشي. دانيال تقريبا. الايرور ده في الموديل بتاعه. تمام. هنا لحد دلوقتي كده تمام. ويعني انا مش هبني نفس اليو اي اللي كانت عندي هناك، بس المهم ان هو يكون شغال. اليو اي دي سهلة يعني تتظبط. تمام. هنا ما عملتش ست ستريت. ومهم يعني بأكد برضو تاني على حتة إن إحنا نكون فاهمين كل حاجة بنعملها. ثانية كده نعمل إيه. خلينا الأول نتفق. هو مسح عندنا بس عامل له هوت ستارت بس يرجع لي عددهم زي ما كنت كاتب الأول. المهم إن إحنا نكون فاهمين كل حرف منهم. آه، يعني كل حرف كاتبينه حرفيا. بعد كده هيبقى عندي text field الهنت بتاعتها. هو أنا عندي سؤال، هي عشان هي مش واضحة أوي، هو الديت بيظهر تاريخ والتايم سوا ولا الديت بس؟ لأن مش واضحة أوي ايه اللي ظهر. بيظهر الاتنين طب ازاي أظهر الديت من غير التايم؟
ممكن ان انا اعمل له فورمات مكتبة اسمها انت، هو ثانية كده. في مكتبة عندي لو سرشت على باب دوت ديف اسمها انتل INTL، هلاقيها هنا والبوبيولاريتي بتاعها 100%. اقدر ان انا يعني هي تحتاج مني شوية قراية وسيرش شوية، لأن هي فيها فورمات كتير جدا، فيها أشكال كتير جدا. على سبيل المثال كان في ليست كده، فاكرين هي ايه بالظبط؟ طب ثانية. ال اه تمام. بقدر ان انا كل دي اشكال اقدر اوصل لها من خلال الانتل، اقدر ان انا اوصل اليوم بس او الشهر بس او اليوم والتاريخ، الحاجات دي، واقدر ان انا اوصل للوقت بس، والوقت نفسه اقدر اعمل له فورمات بكذا شكل. لكن ازاي بقى اعملها بالظبط يعني هتحتاج شوية قراية. تمام. فبس بسيطة يعني، هي بالظبط سطر كود واحد بس الفكرة انهي شكل من الاشكال اللي هستخدمه بالظبط وايه الكود بتاعه، دي اللي انا هسيرش لها شوية. تمام. ف يعني decoration تقريبا. آه، decoration. أول حاجة عندي to do name. تمام. بعد كده أخلي عندي، مش هعمل تكست، هو التكست فيلد التاني اللي كان في التاسك ده. فهو كان الهدف منه ان هو لما يختار التاريخ يتعرض عليه بس، وكان ممكن يعني انا قلت لكتير منكم ان هو طنشوه حطوا التاريخ، يعني خلوه تكست عادي زي ما انا هعمل هنا، ان هو تكست عادي واسمه إيه؟ والقيمة بتاعته بالتاريخ بعد ما اختاره بس. تمام. فبعد كده عندي هنا هعمل الرو ده فيه children icon button. first ده اللي هختار منه التاريخ، icon icons dot calendar. تمام. آه، بعد كده في عندي سايز جروبس، هدي مسافة بسيطة بس 20. تكست، التكست ده يعني المفروض ان هو هياخد آه، قيمة بتاعت متغير اسمه selected date مثلا، بس لو selected date ده بنول نعمل no date chosen. تمام. طب selected date ده هعرفه فين؟ هعرفه قبل الشو بوتون موديل شيت دي. تمام. فهيبقى date. تمام. selected date خليه nullable. وبرضه هعرف عندي التكست editing controller، اسميه name controller، sorry text editing controller. تمام. وهنا ده كده ordinary type object. اه علشان اصلا بس هو كده
يساوي، لأن هو كده هيحوله لسترينج، فهو لو نل هيخليه سترينج نل. فيبقى هعمل تشيك ان هو لو مش نل، فهنعملها نخلي القيمة اللي هترجع لي هنا أو القيمة اللي هتتحط جوه التكست ال selected date dot to string، ولو بنل فهتبقى هيطلع لي no date chosen. تمام. بعد كده ممكن على طول بدل نطلع. تمام. ده كده ال UI اللي عندي. بعد كده عندي المفروض عنصر. الأول هضيف size لبوكس بحيث أدي مسافة قبل الزرار، وهو يعني 20 مثلا. بعد كده يبقى عندي elevated button، الفيرست بتاعه هتبقى السيف، والتشايلد بتاعه text هو add. تمام. أنا كل ده يعني أنا بعمل حرفيا ما عملتش ستايل خالص. تمام. فالمفروض إن أنا لما أضغط على سيف طلع لي التو نيم والاد بوتن. المفروض بقى لما اضغط على الايكون بوتن هو يعمل لي السلكتد، ان هو يفتح الديت. لما اضغط على الايكون بوتن بتاعت الكالندر ان هو يعمل لي السلكتد ديت بيساوي الاويت ديت بيكر ديالوج انيشال ديت. اكيد مش هضيف حاجة، الوقت بتاعها عدى فهخليها ديت تايم دوت ناو. ممكن ان انا برضو اخلي، لا هو الديت تايم بتاعه دي التاريخ اللي هيبدأ بيه، اللي هو اللي هيكون متعرف في الأول last date. عايز أخليه إن هو آخر تاريخ يظهر له بعد التاريخ اللي أنا فيه ده بأسبوع بالظبط. تمام. فأعملها إزاي؟ أقدر أعملها بإن أنا بعد ما عملت date time dot now في ميثود أقدر أنفذها على الديت تايم إن هو dot add، وأضيف حاجة من نوع duration. duration ده object عادي بيعبر عن وقت. تمام. فهديله object من نوع duration دي هديها تغير من نوع تغير اسمه أو بارامتر اسمه months أو ثانية. لا مش هتاخد months، days هديها 30. تمام. بس في هنا الأول مشكلة إن أنا محتاج أخلي البوتن ده async. هنا عندي مشكلة تانية. لا هي ده كان اسمها date time record. هي كان اسمها ايه بالظبط يا شباب؟ حد فاكر؟ ما كانش فيه ديت اعتقد، هي كانت بيكر حاجة او هي كان اسمها date time record بس مش عارف اتغيرت ولا. هيديني برضه ان هو بيقول ان هو كده تمام، بس سيمي كولون. فبعدها بعمل set state بس. ويبقى كده دي ده هيتغير. بس هنا محتاج ان انا اطلع من او اعمل هود ريستارت. تقريبا لو كنت بس طلعت من بوتوم شيت كان هيشتغل. فهنا عندي لما برفع no date chosen. في مشكلة عندي هنا. ده يساوي بس تعالى نعمل هنا print date بعد ما
هو عدله وعدله بس ما عادش ينقل. تمام. هو عموما مش المفروض ان انا احطها في ست ستيت عشان لما التايم يتغير يسمع ويبني البيلد من الاول؟ هي سواء حطيته جواها او قبلها عادي، لان هو المفروض ان هو بعد ما بعمل سيت ستيت ان هو بيعمل ريبيلد ليها على طول. فاهم قصدي؟ يعني هو بيعمل ريبيلد كده كده، فانا عدلت القيمة. فاهم قصدي؟ مش قوي بس يعني تمام. يعني انا عدلت القيمة، بعمل ريبيلد فهو بيدخل على القيمة الجديدة، سواء حطيته جوه السيت اه ستيت او لا، فهو بيعمل ريبيلد بس هي مم. غالبا بسبب ان هو الشو موديل بوتوم شيت دي ميثود يعني مش موجودة جوه الويدجت تري نفسها. يعني هو لما بيعمل ريبيلد بيبني الحاجات اللي في الخلفية دي اللي هو التو دو اب وكل حاجة. فاحنا ممكن نعمل ايه؟ ممكن نعمل ان احنا نكستراكت الويدجت تري دي. refactor. طيب ناخد ده كده. آه widget او custom widget ونكريت هنا، كريت ده تحت هنا كده. هو الفكرة في ايه؟ انتوا فاهمين حتة ان هو هنا بيعمل ريبيلد للويدجت تري، ولكن الموديل بوتوم شيت دي البوتوم شيت دي عفوا، يعني هي انا عاملها بميثود محطوطة فوق الويدجت تري، فهي ما بيتعملهاش ريبيلد. تمام. فانا هعمل ايه بقى؟ هفصلها في ويدجت تري لوحدها، بحيث ان هو لما يعمل ريبيلد يعمل ريبيلد للويدجت تري بتاعت الموديل بوتوم شيت، مش للويدجت تري اللي قبلها اللي هي بتاعت الليست تري. فاهمين الحتة دي؟ شوف كده. يعني حد مش واصله له الحتة دي؟ قولوا يا شباب عادي ولا متخافوش. كنت ريستارت. تمام. لما اعمل update. تمام كده اتعمل لها ابديت اهو. طبعا زي ما اتفقنا هو في تاريخ هنا وكده فال يعني لو عايزين تعملوا له فورمات، وانا بريكومند جدا ان انتوا تعملوا له فورمات، ولكن علشان وقت السيشن الميتنج فاحنا هنا مش هنعمل له فورمات، لكن سرشوا لو احتجتوا مساعدة فيها بقى قولوا لي بقى. هنا نخليها جيم مين مثلا بحيث ان هي تبقى مميزة. طيب احنا هنا ما ضفناش الكود، ايه اللي هيحصل لما يعمل اد؟ وهنا تيجي مشكلة اللي بعد كده، وهي ان انا اللي هو اسمه ايه، اضيف العنصر الجديد اللي عندي آه، في ويدجت غير الويدجت اللي قبلها. هنا المفروض محتاجين ست ستيت، محتاجين ستيت مانجمنت. فاحنا ممكن نلاقي طريقة مختلفة. هي يعني لو خلينا الليست دي بره يعني مؤقتا، لان هو دي محتاجة ستيت مانجمنت، خلينا دي بره وعملنا تو دو ليست دوت. بس هو كده مش هيعمل ريبيلد للويدجت تري اللي بره. ايه الحل؟ ممكن نخلي ماشي. ممكن نخلي select
area state management مش. فاحنا ممكن نعمل ايه، نرجعها عادي. هو في هنا مشكلة قابلتني، دي حلها state management بحت. ان انا دلوقتي في widget 3 وانا عاوز اعمل update في widget 3 تانية. تمام، يعني انا عاوز اضيف عنصر يجيلي على الويدجت 3 التاني. تمام، فدي ستيت مانجمنت بحت. وانا انا كنت قلت لكم على نقطة تانية، ان هو خليها واعمل لها بيلد وخلاص. تمام، فمؤقتا احنا ما خدناش ستيت مانجمنت، فهنعمل ايه؟ اضيفها في التو دو ليست واعمل برنت للتو دو ليست، بحيث ان احنا نتاكد ان التو دو ليست اتضافت فيها. ولكن احنا عارفين ان هو دي حلها ستيت مانجمنت وهنوصل لها قدام. ولما لما هنبني الداتابيز هيلبر دلوقتي، فالكلام هيبقى اسهل، لان هو يا دوب هعمل هوت ريستارت هيجيب انا هنا المفروض بقى في الاد دي ان انا هضيفها على الداتابيز، فهعمل هوت ريستارت هتيجي عادي. ولكن هنا قبل ما ابني الداتابيز صعب ان هي لما اضيفه يظهر، بسبب ان هو محتاجة ستيت مانجمنت علشان اقدر ان انا اعدل على قيمة في ويدجت 3 مختلف عن الويدجت 3 اللي انا فيه. تمام، فاهمين الحتة دي؟ او في حد مش واصله له الجزئية دي؟ حتة ان انا دلوقتي عايز اضيف عنصر، هضيفه فين؟ على العناصر اللي في الويدجت 3 اللي مختلفة عن اللي انا فيه. هي مش مختلفة، هي في كلاس تاني. تمام، فهي علشان اعدل عليها محتاج ان انا يبقى عندي زي ايه، الليست او العنصر اللي انا هعدل عليه موجود في مكان تالت اقدر اوصل له من الاتنين ويدجت 3 دول. فلما اعدل في المكان التالت ده يسمع عندي في المكانين. تمام، دي ستيت مانجمنت، ولكن مؤقتا احنا لسه ما خدناهاش. فحد مش فاهم النقطة دي؟ تمام. طيب مؤقتا هنعمل ايه؟ مؤقتا هنعمل اللي هو هنديله، هنعمل للتو دو ليست اد عادي جدا، وهنعمل برنت للتو دو ليست دي بحيث نتأكد ان هي اتضافت، بقت بدل 3 عناصر بقت 4. و... و... ولما هنعمل الداتابيز هنستبدل عملية البرنت دي بان انا بعمل هوت ريلود فبيجيب الداتابيز تاني. تمام، في بقى نقطة مهمة جدا وقع فيكم تقريبا كل اللي دخلوا كلموني، وهي هنا الاي دي. لما بكريت عنصر جديد، فانا عندي مجموعة من القيم. النيم مثلا، فانا هاخده من النيم كنترولر دوت تكست عادي جدا. الديت فهيبقى عندي selected date. الاسيت شيب يبقى بفولز، والسلكتد ديت زي ما اتفقنا هيبقى دوت ملي سكند دوت سنس ايكوت علشان احولها لانتجر. تمام، تمام. فانما بقى بالنسبة للاي دي هعمل فيه ايه؟ هو في بوست تقريبا هو تقريبا علشان ده nullable و تمام. عشان ده nullable فممكن يبقى null، فانا بعمل علامة تعجب بحيث يديني error لو في null. طيب الاي دي ده بقى هنا بعمله ايه؟ الاي دي اصلا عندي في الداتابيس مش بيجي من عندي، يعني هو انا فعليا بشكل منطقي كده المفروض ان انا ما اديش حاجه في الاي دي. طب هنا في مشكله ان انا محتاج اتعامل مع اي دي. الفكره بقى ان الاي دي عندي قد يكون في الابليكيشن نفسه لما بكريت مثلا عنصر جديد زي في الحاله دي، ودي الحاله الوحيده تقريبا اللي الاي دي فيها بيبقى بنال او معرفوش فيها. بيكون قابل ان هو يكون نل، لان هو المفروض هيجيلي من الداتابيز مش انا اللي هديهوله. تمام، وحتى لما بكريت عنصر جديد في الداتابيز
بديله العنصر او الماب بتاعتي من غير اي دي، لان هو الاي دي هيجي من عنده. فاهمين قصدي؟ ففي الحالة دي لازم في الكلاس اللي عندي اللي هو ال to do أو أيا يكن product category الحاجات دي، إن ال ID بتاع العنصر ده لازم يكون بنل، يعني لازم يكون قابل إن هو يكون null. ففي الحالة دي هنخلي ال ID بتاعنا nullable. طب ليه لازم يكون قابل إن هو يكون null؟ لأن زي ما ذكرت لكم إن أنا لما هكريت عنصر جديد انا مش معايا الاي دي ده، وفعليا مش منطقي ان هو يكون معايا، لان هو الاي دي ده هو المكان اللي هيتخزن فيه في الداتابيز. فاهمين قصدي؟ ودي ملاحظة مهمة جدا وقع فيها تقريبا هم كل اللي كلموني كانت دي عندهم، الباقيين مش عارف هل عندهم او لا. آه، هعمل ايه هنا؟ انا برضو يعني انا هنا خلاص خليتها nullable، وفي الكونستراكتور كانت خليتها optional ان هو مش لازم يديها. طيب في مشكلة تانية بقى. المشكلة الاولى ان هو آه، لما يكون عندي ماب، مش شرط بقى ان هو كل ماب يكون الاي دي فيه موجود فيها، القيمة بتاعته موجود فيها. وانا بعمل تو ماب فالاي دي عندي ممكن يبقى بنل زي ما وانا بضيف عنصر جديد. فعشان كده قبل ما اتعامل مع الاي دي في اي حتة بقى بعد كده لازم اتاكد ان هو مش بنل. تمام. فهعمل هنا مثلا في الفروم ماب اتاكد ان الماب جواها قيمة للاي دي مش بنل، لا تساوي نل. تمام. ونفس الكلام هنا اتاكد ان ال this.id لا يساوي نل. ممكن ما اضيفش قواس لان هو كده كده اتفقنا ان هو الاف ستيتمنت ممكن لو ما اديتهاش البادي بتاعها هتبقى اول جملة بعدها هي البادي بتاع الاف ستيتمنت. نفس الكلام كده. تمام. دي نقطة مهمة جدا. فبعد كده انا كده كريت الاوبجكت بتاعي اللي ضفته، هعمل برنت للتو دو بس. انا متأكد ان هو لحد دلوقتي يعني المفروض منطقيا الكلام ما يكونش فيه مشكلة. المشكلة الأكبر بتبقى لما هنستخدم الداتابيس. يبقى كان إيه؟ أنا مثلا أعمل أد في الفريم. هو أنا هنا كان تمام، هو هنا طبع لي في موجود 4 عناصر عندي، فهو كده ضاف فيها. تمام. وعلشان أقفل اللي هو البوتوم شيت المفروض بعمل نافيجيتور دوت دروب كونتكست. تمام كده. هو هنا ضافها كمان بس هي يعني مش مظبوطة أصلا، الراجل العنصر ده ميكس. بس المهم ف... بس لا سهل. طب ثانية اقتراح حلو. ممكن إن أنا أعمل أول حاجة في نقطة أنا نسيتها، إن أنا أدي الكنترولر ده هنا نيم كنترولر. في نقطة تانية اقتراح برضه كويس، إن هو في هنا أعمل أويت إن هو بعد ما يقفل الموديل بوتوم شيت. تمام. أويت دي هنا معناها استنى لحد ما تتقفل أعمل ريجل. فالمفروض إن هو هنا الأول مديني النيم فاضي بسبب إن أنا ما كنتش مدي الكنترولر، فكان هنا ما بياخدش القيمة دي هنا. لكن لو خليتها جيم 2 مثلا وخدت العنصر بتاعها، لما هعمل اد وهيقفل ضاف عن ده راح كويس. تمام.